قوة عسكرية محدش في العالم كان قادر يوقفها. جيش ظهر فجأة في قلب السهول المنغولية زي العاصفة، بيسقط إمبراطوريات كاملة وبيغير شكل التاريخ. حكاية إمبراطورية كانت كابوس لكل البلاد اللي حواليها، وقتلت ملايين البشر في الصين والدولة الخوارزمية وكمان بغداد. وكان بيحكمهم راجل واحد بس، وقدر معاهم يحكم نص العالم المعروف وقتها، والراجل ده هو جنكيز خان اللي وحد قبائل المغول وقدر يغزو العالم بيهم. بس عشان نفهم مين هم المغول ومين هو جنكيز خان وازاي قدرت شوية قبائل بدوية انهم يبنوا اكبر امبراطورية متصلة في التاريخ، لازم نبدأ من الاول خالص ونعرف مين هي قبائل المغول وكانوا عايشين فين وازاي، عشان نعرف ازاي وصلوا للي هم وصلوا له ونفهم تاريخهم كويس جدا، اللي مجرد ما نفهمه هنقدر نفهم تصرفات وحاجات كتير عملوها بعد كده ما كناش فاهمينها ولا عارفين سببها. بس قبل ما نبدأ اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول. أنا أحمد عطية ودي حلقة جديدة من برنامج فضول. في مكان بعيد جدا عن مراكز الحضارات المعروفة، مكان قاسي وبارد بسبب طبيعته الجغرافية. المكان ده هو سهوب منغوليا في آسيا الوسطى، وسهوب هي جمع كلمة سهل وبتتقال على المناطق الواسعة المسطحة اللي بيغطيها العشب القصير وما فيهاش أشجار كتير. فهي منطقة عندها طبيعة خاصة من التضاريس اللي ما تساعدش على بناء أي قوة، عكس ما حصل بعد كده، لأن المكان مش مناسب غير لرعاية الخيول وكمان الأغنام. ولو فتحت خريطة آسيا وبصيت في النص وبالتحديد ما بين الصين وروسيا، هتلاقي منغوليا دولة حبيسة من غير سواحل خالص، وتعتبر من أكبر الدول الغير ساحلية في العالم، وموجودة ما بين قوتين كبار، من الجنوب الصين ومن الشمال سيبيريا الروسية، ومن الغرب فهي امتداد لآسيا الوسطى. وطبيعة منغوليا بتخليها صعبة في الصيف أو في الشتاء، فالأرض بالشكل ده ما بتشجعش على بناء مدن كبيرة ولا حصون حجرية، ومفيش أنهار عظيمة زي نهر النيل أو نهر دجلة والفرات، ولا عندهم دلتا خصبة زي دلتا الصين. فالسكان اللي فيها كانوا مستعدين دايما للتحرك في أي وقت، كل احتياجاتهم معاهم فوق ظهر الحصان أو جنب قطيع الغنم. عشان كده هتلاقي إن أهل السهوب عاشوا قرون طويلة كبدو ورحل، وبيتنقلوا من مكان لمكان مع تغير المواسم، وبيدوروا طول الوقت على المرعى الأفضل وعلى الماء الأنسب لغنمهم وخيلهم. الحياة دي وبالرغم من قسوتها هتكون بعد كده سر من أسرار قوة جيش المغول، لأنهم اتعودوا ما يتعلقوش بأي مكان ثابت، بيتحركوا بخفة وبيعيشوا بأقل القليل وتحت أي ظروف، وما عندهمش أي مشكلة يمشوا مسافات طويلة من غير ما يشتكوا. طب الناس في المكان ده كانوا بيعيشوا ازاي؟ بيوتهم كانت عبارة عن خيمة دائرية كبيرة معمول هيكلها من خشب ومغطاة باللباد الأبيض السميك، واللباد الأبيض تقدر تقول إنه زي الصوف، حاجة كده زي القماش بس من غير خيوط، وميزته إنه بيعزل الحرارة والصوت. والخيمة المنغولية التقليدية دي كانت بتتسمى باليورت. الخيمة دي هي البيت، وفي نفس الوقت هي رمز لطريقة حياتهم. وأما تجاريا فكانت في ما بينهم وما بين الصينيين وسكان آسيا الوسطى تبادل تجاري متواصل. هما بيبيعوا خيول وجلود وصوف، وبياخدوا في المقابل شاي وحرير ومعادن، أو بياخدوا أدوات ما يقدروش يصنعوها بنفسهم بسهولة. فالسكن والتنقل والحياة عندهم مبنية على فكرة واحدة بس: احنا عايشين هنا وبشكل مؤقت. الخيمة ممكن تتفك في ساعة زمن وتتنقل على ظهر الجمال أو الفرس، والقبيلة كلها بتتحرك ككتلة واحدة وتدور على مرعى أو مكان أفضل وتبعد عن أي ظروف موجودة، مثلا عاصفة ثلجية، أو تهرب من قبيلة معادية أقوى منها. فإحنا هنا بنتكلم على مجتمع متحرك ومرن في نفس الوقت، والمجتمع ده كمان متكيف مع قسوة أي ظروف بيتحط فيها. والتكيف ده مع العلم ما كانش رفاهية، ده شرط من شروط البقاء على قيد الحياة في البيئة دي. نفس التكيف ده اللي هيظهر لينا بعد كده في صورة جيش كامل قادر يمشي مئات الكيلومترات وياكل أقل حاجة وأي حاجة، ومع ذلك يحارب بكفاءة عالية. ولكن مين هم المغول؟ ويعني إيه أصلا كلمة مغول؟ في البداية كلمة مغول ما كانتش اسم إمبراطورية ولا حتى اسم شعب واحد، دي كانت اسم قبيلة من قبائل السهوب اللي قلنا عليها في الأول، عايشة جنب قبائل تانية زي التتار والميركت والنايمان والكرايت وغيرهم. المهم إن كل قبيلة من دول ليها أراضي رعي وليها زعيم وحلفاء وأعداء، والعلاقات ما بينهم دايما متقلبة، يوم تحالف ويوم غارة، يوم مصاهرة ويوم ثأر. والغارة هنا مش مجرد جريمة بتعملها قبيلة ضد قبيلة تانية،
لا، دي هي عقليتهم وجزء من فهمهم للحياة والاقتصاد وكمان السياسة. يعني قبيلة تهاجم قبيلة تانية وتاخد أغنام وماشية وتستولي على أسرى، أو يمكن يضموهم ليهم أو حتى يبيعوهم، وفي المقابل القبيلة المعتدى عليها بتستنى الفرصة للانتقام، وهكذا دايرة مستمرة من العنف المتبادل ما بين كل القبائل دي. وفي الأجواء اللي حكينا عليها دي كلها مفيش دولة بالمعنى المعروف لينا النهاردة، في كتل قبلية كبيرة وصغيرة، ساعات بيعلى شأن قبيلة وساعات بيقل وكمان ممكن ينهار، وساعات كمان بتتوسع وساعات بتتقلص. وبما انك مكمل معانا لحد هنا فده معناه ان المحتوى عجبك، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لان ده اكبر دعم بتقدمه واكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى اكتر. مثلا قبيلة الكرايت كانت قوية جدا في وقت من الاوقات، واما النيمان فكان ليهم نفوذ، واما بالنسبة للتتار فكانوا خطر كبير جدا على باقي القبائل لفترات. فاحنا هنا قدام خريطة قبلية مضطربة، كل شوية يطلع اسم جديد ويسقط كمان اسم قديم، والقوة هنا بتنتقل من خان لخان ومن قبيلة لقبيلة. وفي ظل كل الفوضى القبلية دي أي محاولة لتوحيد الشعوب المنغولية يعتبر إنجاز كبير. ولما يطلع واحد وسط الأجواء دي ويقرر إنه يجمع كل القبائل تحت لواء قبيلة واحدة كبيرة، فالشخصية دي أكيد شخصية قوية وغير عادية، وده اللي احنا هنتكلم عنه لما نوصل لرحلة صعود جنكيز خان. وبالمناسبة كلمة خان دي بتتقال كلقب لقائد القبيلة، لأن كلمة خان اللي بنسمعها وهنسمعها كتير في السلسلة بعد كده معناها زعيم القبيلة أو حاكم اتحاد قبلي، مش ملك على دولة مستقرة، ولكن نقدر نقول إنه قائد أعلى لجماعة من القبائل متجمعة حوالين اسمه وسمعته وسيفه. طب السؤال دلوقتي، هي الناس دي كانت بتعبد إيه؟ بمعنى تاني، إيه العقيدة اللي حكمت نظرتهم للعالم وللحرب وللحياة وللموت؟ في الحقيقة إن العقيدة الأساسية عند المغول قبل الإسلام كانت أقرب لما نقدر نسميه شامانية منغولية، إيمان بقوة عليا بيسموها تنجري أو السماء الأبدية. السماء عندهم ما كانتش مجرد فضاء فوقنا، السماء كيان روحاني قوي وقادر يمنح الشرعية ويرفع أقوام ويخفض أقوام آخرين. يعني الجبال والأنهار والأرض كلها لها أرواح عندهم، وكمان عندهم احترام شديد للعلامات. حلم معين ممكن يعتبر رسالة، ظهور حيوان في وقت معين ممكن يعتبر فال حلو أو فال وحش ويعتبر كمان رسالة، ولو الطقس اتغير بشكل مفاجئ فبرضه يعتبر علامة أو رسالة. كل ده بيتفسر منهم على إنه إشارة من السماء. وفي مجتمع زي ده الكاهن أو الساحر أو ما يطلق عليه الشامان ليه دور مهم، لأنه بيتوسط ما بين البشر والقوى الغيبية وبيحاول يفسر الرسائل، وبيعمل طقوس لحماية القبيلة أو بيطلب النصر قبل المعركة أو لشفاء مريض. فالقيم اللي خارجة من المنظومة بقى ليها شكل محدد، يعني الشجاعة في القتال مش مجرد فضيلة اجتماعية، دي نوع من أنواع الطاعة لإرادة السماء. وأما بالنسبة للخوف والجبن فهو عار بيطارد الإنسان طول حياته ويمكن حتى بعد موته في ذاكرة القبيلة بتاعته. وكمان عندهم الطاعة للزعيم بالأخص في المعركة تعتبر قيمة أساسية، والمحارب لازم يسمع كل الكلام ويتحرك وقت ما يطلب منه وينفذ الخطة من غير أي تردد. وأما الصبر على الجوع والبرد والمشقة فده جزء أساسي من هويتهم. فالمحارب المنغولي بيتربى من صغره إنه يتحمل برد قارس ويعيش أيام بياكل أكل بسيط، وبالرغم من ده كله يفضل قادر على ركوب فرسه والدخول في أي معركة. فلما تجمع الشجاعة والطاعة والقدرة على التحمل هنفهم ليه المجتمع ده كان قادر ينقل ثقافة الحرب من مستوى الغارات القبلية الصغيرة لمستوى الجيوش الكبرى اللي بتسافر من منغوليا لحد شرق أوروبا ولحد مصر بعد كده. طب إيه هو شكل العالم في الشهوب دي في القرنين ال 12 وال 13؟ لو بصينا في الجنوب هنلاقي الصين منقسمة ما بين أكتر من قوة. في الشمال الغربي في دولة اسمها شيا الغربية، وفي الشمال الشرقي في دولة جين، وفي الجنوب في أسرة سونج، والأسرة دي اللي كانت بتتحكم في مناطق واسعة وغنية ومدن ضخمة. الصين عموما كانت حضارة قديمة وغنية بمدن وزراعة متقدمة وصناعة وتجارة ونظام بيروقراطي معقد، ولكن قوة زي دي ساعات بتبقى مشغولة بصراعات داخلية ما بين الأسر الحاكمة، وبتتعامل مع أهل الشهوب على إنهم مجرد مصدر للإزعاج على الحدود مش أكتر. بيتحالفوا مع قبيلة ضد قبيلة، بيدفعوا أموال أو هدايا عشان يشتروا السلام فترة وخلاص، ولكن كان مستبعد بالنسبة لهم جدا إن الخطر اللي جاي من الشمال هيبقى بالحجم اللي هنعرفه بعد كده. فلو بصينا ناحية الغرب هنلاقي آسيا الوسطى والعالم الإسلامي في حالة ازدهار من ناحية وتوتر من ناحية تانية. مدن زي سمرقند وبخارى ومرو كانت مراكز علم وتجارة، طريق الحرير بيمر منها وبيربط الصين بالشرق الأوسط وأوروبا. الدولة الخوارزمية كانت في صعود وبتسيطر على أجزاء كبيرة من إيران وخراسان وما وراء النهر، ولكن داخليا كان في مشاكل وصراعات على الحكم، وكان في توتر ما بين السلطان والنخب المحلية. وأما بقى في الجنوب الأبعد ففيه العراق والشام ومصر. والخلافة العباسية في بغداد ما كانتش في أقوى عصورها، والدول اللي حواليها بتزيد قوتها على حساب مركز الخلافة. وفي وسط كل ده منغوليا كانت وكأنها فراغ على
الخريطة، أرض فقيرة ما عندهاش مدن عظيمة ولا ثروة تجذب الأنظار. العالم كله كان مركز اهتمامه حوالين الأنهار والسهول الزراعية، وأما السهوب المنغولية الباردة في الشمال فمحدش مركز معاها وبره حسابات الجميع. والمفارقة بقى إن الهامش الجغرافي ده هو اللي هيطلع منه بعد كده مركز قوة يقلب موازين المنطقة بالكامل. فدلوقتي لو وقفنا وبصينا على الصورة من بعيد هنبقى قدام بيئة قاسية وقبائل متفرقة في حالة صراع مستمر، وكمان نظام سياسي مبني على الزعماء والولاءات الشخصية، وضيف عليهم عقيدة تعظم الشجاعة والطاعة والقدرة على التحمل. ومع كل اللي فات هتلاقي عالم حوالين السهوب مشغول بنفسه وبمشاكله الداخلية ومش مركز معاهم إطلاقا. وهو ده الشكل العام للعالم في القرن ال12 الميلادي، وهي دي تركيبة المغول في الوقت ده. وأما بالنسبة لجنكيز خان فهو لقب معناه الحاكم الأعظم، ولكن هو اسمه الحقيقي تيموجين، والمصادر التاريخية محددتش سنة ميلاد تيموجين بالظبط، وده حصل بسبب ندرة السجلات التاريخية المكتوبة في الفترة دي. ولكن يعني في اتفاق تاريخي إنه اتولد ما بين سنة 1155 و 1162 ميلاديا. اتولد في قبيلة اسمها البرجيجن، وهي واحدة من أهم القبائل المغولية اللي ادعت النسب إلى الجد الأسطوري بودو انتشار منخا. والنسب كان مهم جدا في مجتمع السهوب لأنه بيمنح صاحبه شرعية القيادة ومكانة اجتماعية ما بين القبائل. وأما بالنسبة لأبوه فكان اسمه ياسوجي بهاتور، وهو زعيم فرع من فروع البرجيجن وبيدعى قيات. ياسوجي ما كانش من كبار الملوك، لكنه كان رئيس عشيرة محاربة لها وزنها وعندها فرسان ويقدر يعمل بيهم غارات على القبائل الأضعف منه، وكمان بتديله وزن لما يجي يعمل تحالف مع قبائل تانية. وأما بالنسبة لأم تيموجين فاسمها هويلون، وكانت بتنتمي لجماعة اسمها ألخون أو ألخونات، وهي مرتبطة بتحالف قبيلة المركيت. وبتقول بعض المصادر إن ياسوجي خطف هويلين واتجوزها وخلفوا بعد كده تيموجين، واللي حصل ده سبب عداوة دموية ما بين عيلة تيموجين وقبيلة المركيت وفضلت سنين، وكان ليها تأثير بعد كده على سياسة جنكيز خان الحربية. فتيموجين من ناحية أبوه جاي من سلالة شايفة نفسها أحق بالقيادة والحكم، ومن ناحية أمه مربوط ومتصل بقبائل قوية تانية، وده حطه في قلب شبكة معقدة من تحالفات وعداوات ما بين القبائل. وده بيديك فكرة عن خلفية الشخصية نفسها واللي هتوصله بعد كده بجانب تفاصيل الحياة في السهوب المنغولية زي ما قلنا في الأول. تيموجين وهو لسه صغير ومن أول سنين عمره كان بيتعلم يركب خيل ويشد القوس، وتعلم يتحمل البرد والجوع، وعشان دي كانت هي الأساليب الأساسية للعيش والبقاء في سهول منغوليا. وكمان اتعلم يعني ايه يلتزم بروح القبيلة ويحترم كلمة أبوه والمحاربين، وكان دايما بيشوف أبوه وهو راجع من الغزوات والتحالفات القبلية المؤقتة، فبدأ من بدري يفهم يعني ايه قوة ويعني ايه زعامة. ومع انه كان ابن زعيم، بس عند المغول ابن الزعيم دي ما كانتش يعني عيشة رفاهية، كان معناها انه بيشيل مسؤولية من بدري وبيتعلم فنون القتال والقيادة ومن وهو عيل صغير. وبرغم ان تيموجين ابن زعيم القبيلة وحياته كان باين مسارها من اول ما اتولد، ويمكن تفتكر ان ده السبب في وصوله لمكانته كجنكيز خان، الا ان كان في كارثة كبيرة جدا هتحصل له هو واسرته، وهي اللي هتخليه يعيش اسوأ ايام حياته. والكارثة دي هتبدأ بموت ابوه مسموم من التتار، ومش هتخلص لحد كده، ده هو وأسرته هيخسروا كل حاجة كان بيملكها الأب، زعامة القبيلة والحماية والخيول وحتى الأغنام. بس عشان تفهم إزاي أبوه مات مسموم وإزاي كان قادر يعيش بعد ما اتاخد منه كل حاجة، فخليك متابع عشان تكمل رحلة صعود جنكيز خان والمغول، ونعرف ولادة تيموجين بشكل أدق، ونفهم أكتر الأحداث اللي حصلت معاه. وفي النهاية وعشان تشوف المحتوى الجديد أول بأول اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. سلام.